السلام عليكم. اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد الفيلم اللي كيتعتبر تحفه فنيه حيتاش كيتصنف من ضمن اعظم 100 فيلم في تاريخ صناعه الافلام الامريكيه. هذا التصنيف هذا غادي يكون منطقي لو ان هذا الفيلم هذا خرج في الالفينات ولا التسعينات ولا حتى الثمانينات، ولكن هذا الفيلم خارج سنه 1957. الفكره ديالو بسيطه ولكن المعنى ديالها عميق بزاف. ما فيه لا اكشن لا مدابزات وما فيهش العيالات. women. وكيفاش هذا الفيلم بقاعه وحده و12 راجل غيصنعوا اعظم نقاش داز في التاريخ. وهذا الفيلم هو 12 انجري مان ولا 12 راجل غاضب. You're faced with a grave responsibility. Thank you, gentlemen. هذا الفيلم كيبدا في قاعه ديال المحكمه واللي تيكون فيها القاضي حكم على واحد الشاب عنده 18 عام بالاعدام بتهمه انه قتل باه، وتيكونوا جميع الادله ضده. الموس اللي كيلقاو ديالو جوج من الجيران شهدوا فيه، مرا شافته وراجل شافو هارب مع الدروج، والقضيه محسومه 100%. ولكن في القانون الامريكي باش القاضي يحكم على شي شخص انه مذنب ولا لا كتكون واحد الهيئه ديال المحلفين، واللي تيكون الدور ديالها هما انهم كيجيبوا واحد المواطنين وكيحضروا الجلسه من البدايه حتى النهايه ديالها، كيشوفوا الادله، كيشوفوا المرافعات تاع المحاميين، وتيقرروا حتى هما مع القاضي واش هذا الشخص كيستاهل ديك العقوبه ولا لا. ولكن تيكون واحد الشرط في هذه القضيه هذه، هما انهم خاصهم كاملين يصوتوا بحال بحال، ولا صوت فيهم شي واحد بشكل مختلف في هذه الحاله كتكون المحكمه ملزمه انها تعاود المحاكمه من جديد وتشوف هيئه محلفين اخرين. صافي هاد 12 راجل هذا كيدخلوا هاد القاعه ناشطين فرحانين لان القضيه محسومه، ما غاديش يضربوا تماره، لدرجه ان واحد فيهم تيقول غادي ندوزو 5 دقائق بالزربه ديال التصويت ونمشيو في حالنا راني تابعني واحد الماتش. وكل واحد فيهم تيكون باغي يمشي يقضي شغله. واحد فيهم تيكون فرحان تيقول انا كيسحاب لي غتكون شي قضيه ديال السرقه ولا النصب فيها المشاكل، اما هذه قضيه محسومه والادله والشهود كلشي ضد المذنب. تيجلسوا باش يصوتوا، كيعطيو لواحد فيهم هو اللي غادي ينظم لهم هذا الاجتماع، وهو كيعطي لكل واحد فيهم رقم وتيقول لهم اللي كيشوف ان هذا الشاب مذنب يهز يده. وكل شيء كان كيعتبر بلي هذه القضيه محسومه وهزوا يديهم على ان هذا الشاب مذنب، الا واحد فيهم كيرفض انه يصوت في حالهم. وهنا فين غيبدا الفيلم ديال بصح. هذوك 11 اللي صوتوا على ان الشاب مذنب كاملين كيتصدموا، كيدوروا عند داك خونا وتيقولوا ليه اش كتخربق، شنو هو القرار اللي خلك انك تصوت عليه غير مذنب، وكيطلبوا منه يوضح لهم الموقف ديالو. هنا هذاك اللي صوت ماشي في حالهم قال لهم انا ما قلت لكمش كنشوف الشاب ماشي مذنب، ولكن ما بغيتش نهز يدي ونصوت في حالكم لانني فقط بغيت نتناقش. هذا اللي صوت ضد ديالهم المبرر ديالو كان ماشي انه كيشوف هذا الشاب غير مذنب، وانما قال لهم خصنا نناقشوا، ما يمكنش لينا نحسموا في مساله حياه او موت بلا ما نهضروا في هذه القضيه. هنا هذوك ال11 اللي صوتوا بان هذا الشاب مذنب بداو كيتعصبوا، قالوا ليه دابا انت كتضيع لنا في الوقت ديالنا، ما عندك حتى شي دليل على انه غير مذنب، والادله كامله كتبين على انه هو اللي قتل باه، فصوت في حالنا في حالك باش نخرجوا الدوسي للقاضي ونفركشوا هذه الجماعه هذه. ولكن هذا الشخص هذا بقى متشبت بالراي ديالو وقال لهم ناقشوا الدلائل ونهضروا في اي حاجه كتعني هذه القضيه. هنا بدا كيسالي الصبر ديالهم وقالوا له يلاه سيدي تفضل ناقش نتايا. بدا كيحاول يشرح لهم وكيبرر، ولكن جميع داكشي اللي قال بدا كيدير غير احتماليه. تيقول لهم مثلا المراه اللي شافته وشهدت انه قتلو كتقول لك انت ما شافتش مزيان، ولا الراجل اللي سمعوه غيكون تهيئ ليه. المهم بقى تيعطي شي احتماليات اللي ضد هذوك الدلائل، ولكن للاسف حتى شي واحد من دوك ال11 ما اقتنع بالراي ديالو وقالوا ليه صوت في حالنا في حالك باش نوضوا نمشيو في حالنا. هنا هو يقول لهم انا كنشوفكم بانكم صوتوا على الشاب انه مذنب فقط لان كل واحد فيكم بغى يمشي يقضي شغله، واحد فيكم بغى يمشي يتفرج في ماتش، واحد عنده ما يدار، ولكن راه ماشي هكا خاص تكون هذه الجلسه هذه. ومن ما بغاوش يقتنعوا ليه قال لهم شوفوا انا غادي نصوت في حالي في حالكم وغادي نقول باللي ان هذا الشاب مذنب، ولكن عندي اخر طلب. هما فرحوا قالوا اخيرا غادي نتهناو، يلا طلبوا الطلب هذا باش ندوزو في حالنا. قال لهم غادي تحيدوني انا وغتبقاو نتوما ب11 وغادي تصوتوا هذه المره ولكن كتابيا، كل واحد فيكم غادي يقول الراي ديالو، غيكتبوا في ورقه واش هذا الشاب مذنب ولا لا، وحتى شي واحد فيكم ما يشوف الاخر شنو كتب. وإلا اجتمعتوا كاملين على ان هذا الشاب هذا مذنب حتى انا غنصوت معكم وغنوليو ب12 وغنخرجوا الدوسي للقاضي. هنا هما يشوفوا باللي صافي القضيه تحلت لانهم هما ب11 كيقولوا باللي هذا الشاب هذا مذنب. صافي جابوا الوراق صوتوا كل واحد فيهم كتب الراي ديالو، وبدا هذاك اللي مسؤول على هذا الاجتماع هذا كيفتح بورقه بورقه وتيقرا لهم كل واحد شنو كتب. وهنا هو يلقى واحد اخر
تيشوف على ان هذا الشاب هذا غير مذنب. هنا بدا كيسخن الطرح شويه، بداو كيدابزوا بعضياتهم، واحد تيقول الاخر باين الشخصيه ديالك ضعيفه انت اللي بدلتي الراي ديالك، بدا كيوقع بيناتهم واحد الصراع داخلي وبدا كيعلى الصوت ديالهم. هو ينقز واحد الراجل كبير ويهز يدو ويقول لهم بلا ما تدابزوا انا اللي صوتت على ان هذا الشاب غير مذنب. وما يدوروا عاوتاني شدوا فيه حتى هو قالوا لي يلاه قول لينا علاش بدلتي الراي ديالك، وحتى هو نفس السبب قال لهم انا ما كنشوفش ان الشاب غير مذنب، الادله كامله ضده، ولكن ما بغيتش نخلي واحد يكون ضدنا حنا كاملين، قلت غنصوت معاه ونوليو جوج وديك الساعه نناقشوا. المهم انا كنعاود لكم هادشي بالزربه، ولكن الحوار والاحداث باش كيدور هذا الفيلم راه واعره بزاف، وغيستمر هذا النقاش هذا حتى غادي يوليو 3 ضد 9 و4 ضد 8 وغيوليو 6 ضد 6، وغيبقى غادي النقاش كيكبر حتى غادي يوليو 11 واحد كيشوفوا هذا الشاب غير مذنب وواحد فيهم اللي كيشوفوا مذنب، وغادي يوليو هما اللي كيطالبوه انه يشرح ليهم علاش كيشوف الشاب مذنب، لان النقاش ديالهم في الاول كل واحد فيهم كان كيناقش على حسب التوجه ديالو، ما كانش واحد النقاش حيادي. كاين اللي منهم لاباس عليه كيشوف داك الشاب جاي من احياء فقيره وتيقول على ان الاحياء الفقيره ديما كتجيب لنا غير المجرمين، وكاين منهم اللي كان كيناقش سياسيا. المهم كان النقاش فيه العنصريه فيه السياسه فيه بزاف، ولكن في الاخير النقاش بقى كيتغربل حتى ولا نقاش معقول مبني على الادله، وغادي يبقاو يناقشوا كل دليل بوحده ويخدموا الاحتماليات اللي ممكن انها تخلي هذا الشاب ما يكونش مذنب. ما غاديش نكمل لكم شنو غيوقع في النهايه باش تمشيو تفرجوا في هذا الفيلم صراحه لانه واعر بزاف، وراه موجود غادي نخلي لكم اللينك ديالو ممكن تفرجوا فيه غير في الفيسبوك، وكنضمن لكم انكم غادي تدوزوا احسن ساعه ونص ديال النقاش ما بين هاد 12 لواحد، ونمشي معكم كاع بعيد الا ما عجبكمش الفيلم اجيو عندي نبدلوا لكم. تهلاو.